كلمة منتشرة دلوقتي في الأوساط العلمية وواحدة من الحلول المتميزة. تبخير الغضروف ده يعتبر علاج، يعني ما يعتبرش ان احنا بنتخلص من الام او حاجه. مم. الغضروف بيبقى جواه حاجه طريه او ماده جيلاتينيه، ويبقى حواليها حزام ليفي. لما بيحصل انزلاق غضروفي بيحصل ضغط من الماده الرخوه اللي جوه دي على الحزام الليفي، ويبدا ان هو يطلع يخرج بقى يلامس العصب اللي جنبه ويعمل الام شديده اللي احنا بنسميها الالام العصبيه. المريض يجي يقول انا بحس بتنميل، بحس بشكشكه، بحس بحرقان، بحس بوخز، بدبابيس في رجلي، بحس بتقل. الالام دي كلها بتبقى اسمها الالام العصبيه نتيجه ايه؟ ضغط الانزلاق الغضروفي. دلوقتي الحل القديم ان انا ادخل افتح جراحه وان انا اشيل الايه الغضروف، ممكن احتاج كمان اعمل تثبيت بشرايح ومسامير بعدها. دلوقتي احنا بنقدر ندخل برضو بابره رفيعه جوه نواه الغضروف ونوصل الجهاز الحديث جدا اللي هو جهاز تبخير الغضروف. جهاز تبخير الغضروف بيبدا ان هو يكسر روابط ما بين الماده الجيلاتينيه اللي موجوده ويعمل لها حاجه اسمها بلازما كوبليشن، ونبخر الماده دي. فلما تبخر بيبدا الغضروف ان هو يكش ويجذب الحته اللي هي المنزلقه. واحنا كمان خارجين بنقدر نعمل حاجه اسمها زي لحام لقشره او نواه الغضروف. واحيانا كمان في بعض الحالات بنحقن الاوزون او الاكسجين النشط علشان يقلل كمان من حجم الغضروف. مم. وفي نفس الست او في نفس الجلسه بنعمل للمريض تردد حراري على الاعصاب اللي فيها الم، سواء كان جذور الاعصاب او الاعصاب المغذيه للمفصل الجرفقري، بحيث ان هو يتخلص من الالم بسرعه ويبقى يعالج المشكله، والمريض بيقدر يمارس حياته من تاني يوم عادي، مفيش مشاكل.